من يقول بأن حالنا اليوم جيد معناها أنه إما أعمى يعني لا يرى مطلقا، وإما أنه أعشى أي في بصره ضعف. الدنيا ليست بخير، مجتمعنا معظم أفراده منحرفون عن الإسلام، ولو صلوا ولو صاموا ولو حجوا ولو اعتمروا متمردون على الله عز وجل. هذا هو الواقع، وهذا الواقع ينذر بخطر جسيم عند الله عز وجل. المسلمين المعاصرين في معظمهم جمعوا بين خصلتين كلاهما مدمر. الأولى أعرضوا عن دراسة الإسلام، والإسلام لا يتعلم الإنسان في منامه يحلم به بالليل بصير عالم، لا، بيتعلموه كيف بيتعلموا الطب والهندسة والجغرافيا، هيك بيعرفوا الناس دي. يعني قد تقول لي والله أنا بعلم من الإسلام، أنت تعلم من الإسلام شيء لا تنفذه. سلوك الناس اليوم في كل جوانب الحياة هو الفكر الغربي. انظروا إلى أخلاقنا يا أحباب، الصلوات يتخلفون عن الصلاة، هذا إذا غضب تصرف كالثور الهائج، ما بضبط لا دين ولا تقوى ولا أحكام شرعية ولا شيء بضبط. انظروا إلى الأمانة كيف رفعت، انظروا كيف يخون الأمين ويؤتمن الخائن، انظروا إلى الكذب المتفشي. بيننا وبين أخلاق الإسلام كما بين السماء والأرض. أما الكلام عن الأخلاق شيء، وأنا الكلام أكتب بالفيسبوك أنا والله الكرم خصلة من خصال الرجال العظام، وإنت بخيل. شو بدنا بالمواعظ احنا يا أخي؟ ناقص مواعظ احنا؟ انظروا إلى الأولاد كيف أنهم لا يحترمون آباءهم. هذا بقتل المرأة 24 ساعة باليوم، وهذه تعصي زوجها ليل نهار ولا تبالي لا بدين ولا بشرع ولا بشيء. بيجي على الدار بلكيها على الباب، وين عباب الله؟ مسافري، لا إذن ولا شرع ولا تقوى ولا محرم. وأنا بدي أنا أوجع، لأنه وضعنا سيء مع الله عز وجل، والسيء مع الله ينذر بعذاب. تجاوزت الأخلاق المفقودة وانتقلت إلى المعاملات المالية. كل واحد عنده سيارة اشتراها بتمويل، معناها أنه اشترى سيارة بقرض ربوي، والربا تعلمون عقوبته عند الله عز وجل. كيف يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بأنه سيموت ويؤمن بأنه سيحاسب، كيف يقدم على الربا جهارا نهارا؟ أما تعلم بأن الله يرى، وأن الله سيحطمك في الدنيا أولا قبل الموت، وأن الله سيحييك حياة كلها ضنك وكلها هموم وكلها مصائب بسبب الربا الذي أكلته. هذه السيارة اللي من الربا والمون مش راح تريحك، هذه هي التي تتعسك في هذه الدنيا وستعاقب عليه. هذا تعاقب إذا رضي الله عنك وأراد لك أن يتوب عليك. إذا ما بده تركك الله تعالى تضل في وديان هذه الدنيا كيفما تشاء، ثم تلقى الله تعالى للحساب يوم القيامة، وهناك الحساب عسر. انظروا إلى البنات يا أحبابنا، هذول البنات اللي ماشيات شعرها مسفسح كله على ظهرها بالشارع، وبتلبس بنطلون وفرينة شبه عارية أو بنطلون مخزك، هذول منين جين البنات هذول؟ يعني من أي بلد؟ بنات من هؤلاء؟ اللي نحن مسلمون. كيف مسلمون؟ المسلم عندما يبلغه حكم الله أو حكم رسوله لا يقول إلا شيء واحد: سمعنا وأطعنا. من الإخوة الجالسين في المسجد اليوم لا يعلم بأن الجلباب فرض على المرأة المسلمة منذ أن تحيض؟ طب إذا كلنا بنعرف وبناتنا بالشوارع مش لابسات جلباب، على مين الحق يعني؟ أحبابنا، بيننا وبين الإسلام كما بين الأرض والثريا، مسلمون دجالون، نكذب على الله في النهار وليس في الليل. المسلم عبد لله تعالى، ما بحيد عن شرع الله مليمتر واحد. ما بالك ابنك حامل بيليفون بيحكي مع بنت انت قاعد جنبه، ليش هو حكوا مع البنت جائز بالاسلام يعني؟ هذا هو الواقع، واذا انا سكت وجاء العذاب اكون مع المعذبين. الواقع اننا ناخذ من دين الله ما يروق لنا وما يسهل علينا وما يخدم مصالحنا. الرشاوى منتشره، النصب والدجل منتشر، الوعود الكاذبه، وان احوالنا هذه تنذر بعذاب شديد من الله عز وجل. لا يغرنك منا أننا نصلي وأننا نصوم وأننا نحج، لا شيء. يعني 5 شيك الربا بحلهن سكنة عند الكعب المشرف وحج كل سنة و5 عمرات. العبادات من صوم وصلاة وزكاة وحج لا تكفر إلا صغائر الذنوب. كبائر الذنوب يتوب الله تعالى عنا إذا فعلناها عندما نتوب منها ونرجع الحق إلى أصحابه أو يسامحنا. لا تكاد تجد رجلا تقيا لا يبحث عن صديقه، لا تكاد تجد فتاة ليس لها صاحب. وأنا كلامي مؤلم، ولكن قوله أنفع للوصول إلى رضوان الله عز وجل.
حقا هذا هو واقعنا. دعك من المظاهر. جاءنا نور من الله عز وجل، وجاءنا شرع من الله عز وجل يحقق لنا السعادة والطمأنينة في الدنيا قبل الآخرة. فأعرضنا عن دين الله دراسة، وأعرضنا بالتالي عن دين الله التزاما وعملا، وأقبلنا على الدنيا نعشقها ونبتلع ما نستطيع منها. الحرام هو ما لا تصل إليه الأيدي، فإذا وصلت صار حلالا. هذا هو الواقع. وإلا فإذا كنا رجالا بعد خطبة الجمعة هذه بروح كل واحد منا على الدار بكل مرة اسمعي يا فلانة ابنتي هذه لن تخرج بعد اليوم من البيت إلا إلى القبر إلا بجلباب. لا، هذا حكم الله عز وجل. أما أن يكون الرجل مخنثا في بيته هذا من صفات الرجال. هيك الدين بيقول. أخلي بنتي على كيفها. بنتك على كيفها حبيب قلبي، أنت ستدفع الثمن، ستدفع الثمن غدا من عرضك. لأننا يا أحبابنا إذا تركنا فتاة تعيش حسب رغبتها فإنها ستزيغ عن طريق الله ورسوله. أنت الذي سيدفع الثمن في النهاية، وزوجتك هي التي ستدفع الثمن. أحبابنا كلنا بحاجة والمتحدث إلى أن نجري مع أنفسنا انقلابا جديدا شاملا ننتقل فيه من معصية الله إلى طاعته في كل جوانب حياته. مش بدنا نضل كل يوم جمعة نوكل وقد وعدنا الله بالنصر. الله وعد بالنصر المؤمنين الصادقين، مش وعد بالنصر اللي بيرتكب 40 50 60 100 كبيرة باليوم. أي نصر هذا؟ والذي أعجب له كما قال الحسن البصري يوم أن قالوا له إننا نعجب لعدم نزول الغيث، قال إنكم تعجبون لعدم نزول الغيث وأنا أعجب لم لم تنزل الحجارة بعد. الناس لا يستحقون إلا الدمار، لا يستحقون النصر. هذا كذب. نحن أتباع حق. أي إنسان بيقول الحق نحن نؤيد حقه، وأي إنسان بيقول باطل نحن ضد باطله بغض النظر من يكون. الغرب وبعدنا عن الإسلام كاد أن يسحق ما بقي من إيمان وإسلام في حياتنا، وإذا لم نستيقظ أنا أنذر فقد يأتينا عذاب من الله لا مرد له. وأنتم أحبابنا إخوتي في الله عز وجل، أنتم رجالا ونساء المرشحون بتغيير هذا الواقع، بدءا بالتوبة الصادقة إلى الله عز وجل، ثم النظر في أحوال الزوجة والأولاد والإخوة والأخوات ومن جاورنا حتى ننجو بأنفسنا وننجو بهم إن شاء الله من النار.